شنقريحة. التفوق لا يقاس بنوعية السلاح، بل يقاس بالصمود. انت قائد اركان ولا طباخ في الريستوران تاع العسكر؟ لانه الكلام تاعك ربما تاع طباخ ما عندوش علاقة بالإدارة الجيوش. والصمود اللي تتكلم عليه باش يكون، باش تقدر تصمد انت امام العدو اللي يفوتك في الكم والنوعية. ما هو الصمود لازم يكون فيه نوعية، ولازم يكون فيه كمية. وراك تشوف إيران ماهيش بعيدة عليك. ولازم يكون فيه جاهزية، والجاهزية لازم تكون عندها قيادة، لأنه الصمود لازم تتوفر فيه شروط. الجاهزية لازم تكون بالقيادة، لازم تكون بالقاعدة تاع الجيش. الجندي يكون عنده الجاهزية البسيكولوجية، المادية، الراحة. ما يشكيش من النوم تاعو، ولا من الاكل تاعو، ولا من السنك سنك اللي يضربها، ولا من المصدد اللي يشربو، ولا الجندي ما يعيش بالخطابات الرنانة تاعك. هذاك بوصبع برك اللي يعيش بالخطابات، لانه بوصبع راه راقد تحت الزاورة وقاعد. الجندي راه مقابل الامور. لازم لك صناعات عسكرية. ماشي ايران ب 11 مليار ميزانية في العام. شوف واش داروا، شوف واش قابلوا، شوف واش قدروا يديروا في القبة الحديدية وما شابه مع الامريكان وبني صوص. وانت ب 25 مليار. شوف واش درت وما قدرتش تدير. انت صارف 25 مليار دولار في العام. في 7 سنين ركالي اكثر من 120 مليار دولار كميزانية. ومن بعد تقول باللي الصح ماشي في المية وخمسين، مية وخمسة وعشرين اللي صرفناها. الصح ماشي في النوعية، الصح في الصمود. ها الصمود باش تقيسو انت. الصمود راح يصمدو الجندي، راح يصمدو وليدك شنقريحة، وليدك شفيق من باريس، ولا بنتك نادية من ماريكان في الملحق العسكري تاع الماريكان، ولا بنتك الاخرى في ممثله في الامم المتحده، ممثله غير دائما للجزائر وهذوك لي بوست الغاليين اللي تبعثوا فيهم ولادكم. مو الجندي ب5 ملايين ما يقدرش تكون عنده جاهزيه وصمود اصلا. عباك بلي الصمود لازم يكون واحد يصمد امام البوله تاعو، واحد يتحكم في البوله يتحكم في الامور البيولوجيه تاعو، ويكون صغير. هاي قابلاتك وزيرة قدام المحاربين الفرنسية اللي رحت استقبلتها، شتقد منها؟ جون في 40 سنة ولا 41 سنة. انت 80 سنة ما تتحكمش في الأمور البيولوجية تاعك وترقد في الاجتماعات. أي جاهزية وأي صمود. هل صمدت أنت حتى يصمد الجيش؟ مو صمود القيادة هو اللي يبعث على صمود الجيش. هل الصمود يكون بالخطابات من الكازرنات والصناعات شبه معدومة؟ حتى مركبات فهد هذيك كانت الإمارات هي اللي تجيبهم لكم، تركبهم وتركبوهم بشراكة مع الإمارات. الحين راكو في مشكل سياسي كبير ودبلوماسي كبير مع الإمارات. حتى الكابوسة الصغيرة هذيك اللي تصنعوها في خنشلة وما نجحتش وعيانة، ولا الكلاش هذيك تاع خنشلة اللي تسخن تيري زوج بلوطات تذبل ترقد تنعس. هذيك ثاني بالشراكة مع الإمارات. مرسيدس بالشراكة مع الإمارات. كيفاش درتوا الصناعات هذه بعد ال- 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 المشكل هذاك مع الإمارات؟ تقدرش. قيادة معوقة وقيادة شيخوخة دار العجزة ليس لها التحكم في الأمور البيولوجية، وما تقدرش تشد التبول تاعهم، ما تقدرش ترقد، ما تقدرش تقعد صاحية في وقت النشاطات تاعها.
ما تقدرش تكون عندها جاهزية وصمود. لازم تصمد بينك بين روحك شنقريحة، من بعد احكي على الصمود. سهلة الهدرة كي تكون ساكن في كلوب دي بان وتضرب في الملايير، ولادك في الخارج جيب وليدك شنقريحة على الصف الأول واحكي له على الصمود. من سيصمد بالخردة؟ حتى أمريكا قاتلكم مخرجكم من الهيمنة الروسية إلى الهيمنة الأمريكية، وراهي تمنع عليكم السلاح الروسي. حتى السلاح الروسي هاك شفت باللي راهو مع أوكرانيا وكذا 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 وإيران وين راك رايح بها شنقريحة؟ من أين لك هذا؟ وين راك رايح بالبلاد؟ يعني نتكلم معك كحاكم فعلي للبلاد. إلى أين؟ ماذا فعلت لكم الجزائر والشعب الجزائري ودم الشهداء حتى تفعلون بها ما تفعلون؟ لماذا هذا الشر راهو صار هكذا في البلاد وفي الشعب؟ علاش راكو ديروا هكذا؟ هل الصمود يكون بتقاتل الجنرالات وتقاتل الأجنحة بيناتكم، جنرالات في الحبس بتهمة الخيانة؟ خيانة ماذا؟ خرجوا معلومات على البلاد وعلى الجيش للقوى الأخرى، كما بوزيد درتوا له تهمة تخابر مع قوى خارجية. باش تصمد عندك تسريبات، تسريب معلومات أمن قومي، تسريب بزاف أمور راهي تتسرب من عندهم، ولا بروف انتوما حكمتوا عليهم بتهمة الخيانة في السجون. الصمود، راك تحكي على الصمود في الكرسي، راك تحكي باش تصمد في الكرسي قبل ما يطيروا بيك صحابك. يا بلادي.